مرحبا بكم في قناة أخبار جيوش العالم العسكرية. في هذا الفيديو سنذكر أقوى 5 قناصين عرب. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بإعجاب. في المركز الخامس سالم الحماد اغتالت وحدة إسرائيلية خاله، فاشترى بندقية بمبلغ 1300 دينار أردني ومعه 300 و500 رصاصة، وهي هذه البندقية استعمال تدريب. وبعدها قام بعمل حيث قتل 11 جندي إسرائيلي وإصابة 9 آخرين ببندقية M1 أمريكية التي استعملت في الحرب العالمية الثانية. وتم قبض عليه بعد سنتين من البحث والتحري. في المركز الرابع أبو تحسين الصالح العراقي، هو قناص عراقي ينتمي للجيش العراقي ثم تطوع في الحشد الشرقي وشارك في مختلف الحروب التي خاضها العراق. اشتهر بقذف قوة داعش حتى وصلت قتل 350 عنصر. استشهد 29 سبتمبر 2017 في معركة تحري قضاء الحويجة. في المركز الثالث قناص بغداد، صنف كعدو خطير لأمريكا في العراق. كان قناص تابع للجيش الإسلامي في العراق، وقد قتل 654 من قوة التحرير ثم اعتقاله وتعذيبه حتى الموت دون أن تعرف أنه قناص بغداد. في المركز الثاني محمد بن عبد البركاتي، هو أحد حراس الحدود، وهو واحد من أمهر القناصين. تميز بدقته والثبات بعد أن قتل شخصا من بعد كيلومتر 700 متر، كما قتل قبل وفاته 46 عنصر وتوفى بإصابة سلبية واجبه. وفي المركز الأول قناص تورين جزائري، اشتهر هذا القناص في أزمة الرهائن سنة 2011 قبل متطرف إسلامي منشق عن القاعدة بعين أمينات. كان قناصا مثل مروح يتمكن وحده وقضى على عدة إرهابيين ونشر الرعب بينهم، وبذلك أنقذ عشرات الرهائن. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بإعجاب.